وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم فل ان شاء الله لو كنت هتشوفوا الفيديو الصبح، ومساءكم فل ان شاء الله لو كنت هتشوفوا الفيديو بالليل. بصوا بقى يا بنات، النهارده روتين. من زمان ما صورناش روتينات، لان بجد تصوير الروتينات في الصيف حاجة يعني مش عايزة اقول لكم. انا في اخر دور عندي جهنم والله العظيم. فالحمد لله يعني على كل حال. التصوير بقى بياخد وقت، ولازم ابقى لابسه اسدال وطرحه ومش عارف ايه، والجو مش مستحمل خالص. فانا يعني ايه كنت يعني بطلت الروتين ده من زمان، وقلت خلينا في المطبخ بس النهارده كده حبيت اعمل روتين. قلت يبقى فيديو مختلف عشان القناه تبقى متنوعه يعني وما تملوش. فالنهارده بقى اشارك معاكم ان شاء الله تنظيفات كده، وهنتكلم شويه وندردش واحنا بننظف. بس عايزه اقولك بقى، لو لسه اول مره بتشوفيني، انا اختك رانيا، ودي قناتي. خدي فيها لفه وان شاء الله هتعجبك، واشتركي فيها واعملي لي تعليق حلو منك، ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي انا بنزلها اول باول. وقولي لي بتتابعيني منين عشان تبقي صاحبتي واختي وحبيبتي. تمام. يلا نبدأ الفيديو. نقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا يا بنات، عايزه اقول لكم على روتيني اليومي اللي انا بعمله كل يوم. كل يوم بقى يعني الطبيعي في حياتي ان انا بعمل ايه. احنا دلوقتي كده كانت حوالي الساعه 5:30. 5:30 بعد الظهر يعني بعد العصر. تمام. انا يومي ماشي ازاي دلوقتي؟ كل الناس يعني او معظم الناس يعني نومها ملخبط، مش بيناموا مثلا غير متأخر الفجر او كده. انا عن نفسي ساعات بنام يعني قبل الفجر بشوية، وساعات بصلي الفجر وانام. يعني لو النوم غلبني بنام قبل الفجر واصحى اصلي الصبح عادي. لو قدرت ان انا استنى بستنى، بقعد اقرا بقى شويه قران، اصلي مش عارف ايه، وانام على 5 وشويه. تمام. ربنا يهدينا ويعيننا جميعا يا رب، ونفضل كده ايه محافظين على صلاه الفجر. انا بقوم يعني ايه يعني بجاهد نفسي، وكله على الله. المهم بصحى بقى الساعه ساعات بصحى 11، ساعات بصحى 12. لو انا نايمه الساعه 5 مثلا بصحى الساعه 1، الساعه 12:30 1. تمام. فالنوم ملخبط. ولادي برضو ما بيصحوش غير 1 2. يعني 1 2. كنت الاول اول ما اخدوا الاجازه وكده كنت بسيبهم نايمين لحد الساعه 3. بس دلوقتي بحاول ان انا اظبط نومهم شويه، بصحيهم كل يوم بدري شويه. تمام. وبحاول برضو انيمهم بدري شويه عشان خلاص كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص يعني كلها اسبوعين والشهر 8 خلاص على الابواب، والدروس هتبدأ. فطبيعي ان احنا هنصحى بدري وهننام بدري. تمام. وان شاء الله شهر 9 المدارس. فيعني بحاول ان احنا نظبط نومنا. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا جه عليا فتره ما كنتش بنزل فيديوهات، قعدت حوالي اسبوع او 10 ايام ما نزلش فيديوهات. كنت تعبانه جدا بظهري. مش عارفه هو كان من المروحه، بسبب المروحه يعني ان انا يعني بخليها كده مركزه، يعني متركزه على السرير بالظبط عشان ما تلفش، عشان تجيب لي هوا، يعني عارفين الجو حر. فمعرفش هي اللي تعبتني ولا ده فظهري بصراحة كان قاعد فترة كبيرة الوجع يروح ويجي. بس جه بقى فجأة وخلاص الوجع ما عادش بيروح. ما بقيتش اقدر ان انا يعني ان انا اقف كتير او كده. لما بصحى من النوم، انا طبيعتي لما بصحى من النوم ما بعرفش ان انا اقعد. اول ما بصحى من النوم بشوف اللي ورايا، ممكن افضل واقفة كده يعني بالساعتين 3، ممكن اكتر. تمام. انا واحده بحب اساسا الشغل، يعني انا بحب ان انا ابقى نشيطه ودايما في حركه وكده، محبش الخمول. لما يكون الجو حر قوي وافضل قاعده بحس ان انا يعني
يعني انا مش قادره اقوم، يعني ايه اقول لك مش كسل بس خمول كده وتعب، جسمي تعبان مش قادره اقوم، لكن انا اساسا نشيطه وبحب اشتغل وبحب امشي في الشقه كده، الف في حاجه عايزه تتظبط، في حاجه عايزه تتنضف، فاهمني. المهم كنت بصحى من النوم افضل واقفه بقى، يعني انضف الشقه الاول، بعد كده ادخل على المطبخ، بعد كده اعمل الاكل، شويه وهنتغدى، بعد الغدا المطبخ من اول ومن جديد بقى، غسيل مواعين، غسيل رخامات، غسيل بوتاجاز والارضيه ومسح مش عارف ايه، يعني مره الصبح ومره بعد الغدا، فاهمني. فكنت بفضل واقفه فتره كبيره قوي. المهم لما ضهري تعبني وبقيت اجي اقف اعمل الحاجات اللي انا بعملها كل يوم، لا ده انا باجي اقعد بقى خلاص ضهري مش قادره اقعد منه، خلاص هو زي ما يكون كده في حاجه واقفه في ضهري، مش قادره ان انا حتى اتحرك، القعاد مش عارفه اقعد. المهم رحت كشفت كذا مره، مش مره واحده، وغيرت العلاج ومش عارف ايه، والدكتور قال لي ده بدايه غضروف، بس انا ما اقتنعتش الصراحه بالكلام ده. وقال لي عايزه جلسات وتعملي لي رنين ومش عارف ايه، قلت له لا انا مش هعمل. فقال لي خلاص امشي على العلاج كمان، اخر حاجه بقى يعني اخر مرحله، قال لي امشي على العلاج كمان شويه، يعني كمان مثلا فتره كده اسبوع ولا حاجه، وبعدين تعالي لي لو مرتحتيش لازم هتعملي الجلسات، وانا بقترح من دلوقتي ان انت تعمليها. قلت له خلاص يا دكتور اديني كمان اسبوع. الفترة اللي انا اخدت فيها العلاج، انا اساسا ما بحبش اخد علاج للعظم خالص خالص، ولا مسكنات ولا اي حاجة من دي، لانه بيتعب معدتي، وانا عارفة نفسي من طول عمري كده. فسبحان الله يعني انا اخدته غصب عني، ارتحت شوية، بس لما ايه الدكتور كان قال لي ما تقفيش، يعني اقفي شوية صغيرة واقعدي ارتاحي، تمام. فانا لقيت الوجع هو تمام، وبرتاح بس على المسكنات. فانا قلت انا طبيب نفسي، يعني انا الدكتور بتاع نفسي يعني مش دكتور نفسي نفساني يعني وكده، انا الطبيب بتاع نفسي، فانا اشوف ايه اللي بيتعبني وما اعملوش. فوالله وقفت العلاج، والله العظيم الكلام ده حقيقي، انا وقفت العلاج، ما رضيتش اجيب اخر روجيتا كتبها لي، ما رضيتش اجيبها لانها كلها مسكنات، كانت بطني تعبتني ومعدتي تعبتني. وقفت العلاج وقلت انا هجرب بنفسي بقى، ولا جلسات ولا مش عارف ايه. بقيت اعمل حاجه كويسه قوي، اصحى من النوم، اقعد الاول لو ورايا صلاة اصليه، اقعد كده ارتاح شوية، وبعد كده اقوم اشوف هعمل ايه، اجهز للطبيخ، اطلع للفراخ، اعمل حاجة يعني اعمل حاجة واقعد ارتاح شوية، اعمل حاجة واقعد ارتاح شوية. الشقة ما كنتش بنضفها، كنت سايباها خالص لبعد الغدا. قلت انا يعني هعمل الغدا واحدة واحدة، وبعد كده بعد ما اعمل الغدا نقعد نتغدى، اريح شوية، اقوم بقى الولاد مثلا بينزلوا بيروحوا يلعبوا كورة بعد الغدا بشوية كده، حوالي الساعة 5:30 بينزلوا كل يوم بيروحوا الملعب. فانا بعد ما بينزلوا ببقى لوحدي بقى، بقعد كده مع نفسي واحدة واحدة، ارتب الشقة، اكنس، امسح، في حاجة عايزة تتنضف، في غسيل عايزة يتحط في الغسالة، في غسيل هيتلم او هيتنشر، فاهمني. فبقيت اعمل الحاجات دي واحدة واحدة، اعمل حاجة واقعد اريح شوية. المطبخ ما بقيتش اقوم من على الغدا اعمله على طول، لو طبقين يعني مثلا لو الكذا طبق اللي احنا واكلين فيهم على الحوض كده بسرعه اعملهم واروح اقعد. البوتاجاز ابقى اعمله بالليل قبل ما انام، الرخامات مع البوتاجاز بالليل، والكنس والمسح المطبخ ده بقيت اعمله بالليل قبل ما انام، تمام. انا دلوقتي مشيت على نظام ان انا بصحى من النوم اعمل ادخل المطبخ، يعني اقعد شويه الاول وبعد كده ادخل المطبخ اعمل الاكل حاجه حاجه، او لو في المطبخ عايز يتشطب اعمله، لو في حاجه تتشطب، مع اني انا كده كده بعمل بالليل، تمام. الشقه بقيت اعملها بعد الغدا. فالمهم ريحت نفسي على الاخر، ما بقتش اقف الساعات اللي انا بقفها دي، يعني اقصى حاجه ان انا ممكن اقفها نص ساعه، نص ساعه اقف واقفه كده في المطبخ بعمل حاجه. لو زادت عن نص ساعه لا، اوقف واروح اقعد شويه، اوقف اي حاجه بعملها واروح اقعد شويه. حتى المحشي انا كنت بحب اعمل المحشي وانا واقفه، بقول اسرع وكده وبنجز، لا دلوقتي بقيت اقعد اي حاجه هتطول في ايدي اعملها وانا قاعده. بجد والله العظيم يا بنات اقسم بالله انا ظهري ارتاح، ما عدتش باخد اي ادويه، الحمد لله ولله الحمد، فعلا فعلا، ولا غضروف بقى، ولا دخلت نفسي في متاهات ان انا اروح اعمل اشعه رنين وجلسات علاج طبيعي وايه 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 وايه.
انا ليه انا اشوف ايه اللي بيتعبني واريح نفسي. انتوا كمان مش اي حاجة تتعبكم، يعني ربنا يديكم الصحة يا رب، ويبعد عنكم كل شر وكل اذى، ويشفيني ويشفي كل مريض يا رب. إيه، شوفوا ايه اللي بيتعبكم يا بنات وما تعملهوش، وريح نفسكم على الاخر. بجد محدش بينفع، والله العظيم محدش بينفعنا بجد. وفي الاخر هيتقالك محدش قالك اعملي، محدش قالك تعالي على نفسك، محدش قالك اقفي كتير. وانت ليه اللي ما تعملش النهارده يتعمل بكره. وفعلا احنا بس اللي بيبقى مزودينها شويه. انا واحده من الناس يعني استحالة اخرج واسيب بيتي حتى لو بموت. شوفوا لو نايمة كده باكل من الارض، ما اعرفش انام لو الشقة مش نظيفة. بقوم اخلي الشقة روقها خالص والمطبخ، وبعدين انام تاني اكل من الارضية عادي جدا. ما اقول ايه، لا لا، ده لو حد دخل هيقول عليه مش نظيفة. طب حتى الولاد هيقعدوا في مكان مش نظيف ازاي؟ انا نفسي ما اعرفش ابص حواليا كده والاقي المكان مش نظيف تمام. بس فعلا الصحة اهم من اي حاجة. اللي ما تعملش النهاردة يتعمل بكرة تمام. مش معنى كده ان احنا هنسيب شققنا يعني معفنة، لا. بس احنا لما نكون ايدنا في الحاجة على طول ومنسيبش التراب يتكوم. فانا بعمل ايه دلوقتي؟ انا كنت الاول كل يوم بشيل اللي هي بديل السجاد اللي انا فرشالي او الحافظة، كنت بشيلها اشمسها وانضفها واشمسها وامسح واشيل الترابيزه واحط الترابيزه، والركنه كل يومين 3 اشدها واعمل وراها. ليه كل ده؟ ليه؟ انا بجد كنت جايه على صحتي قوي ليه كده بجد؟ لا انا دلوقتي يعني ايه، سستمت سستمت نفسي كده ان انا خلاص السجاده انا بنضفها من فوق بالمقشه، وبعدين برفع كده الجنوب، بجيب التراب اللي حواليها، ومببقاش اشيلها غير كل مثلا اسبوع 3 4 ايام 5 ايام فاهمني. إيه، اشيلها انضفها واشمسها، او لو عايزه تتغسل بغسلها واحط التانية فاهمني، انا عندي بديل لها يعني. واشيلها مره واحده بس في الاسبوع. إيه، اكنس تحتها وامسح الشقه. دلوقتي بمسحها يوم ويوم، لو في حاجه وقعت بمسحها اول باول تمام. كده الشقة نضيفة دايما. لو انا جيت الوقت هو نمت او رحت مشوار او مش قادرة ان انا اعمل حاجة، شقتي نضيفة. لو مش هكنسها يوم، يعني لو هعدي يوم مش هكنس ولا هعمل اي حاجة، هتبان ان هي نضيفة مش مكركبة. الحمد لله ما عندناش ان كل واحد مثلا يرمي الهدوم في اي حتة، او هدوم متكومة على الكنب او الكراسي والكلام ده. لا لا، انت عودي ولادك حتى مهما كانوا صغيرين، اللي يقلع حاجة يشيلها. انا بصوا انا بعمل حركة حلوة قوي مع ولادي، هم كبار اهو وبرضو ما تعودوش، يعني هم برضو ما تعودوش، بس انا اللي بعودهم. يعني لما اكون مثلا ابني قلع تيشيرت وقلعه على الركنة مثلا، سايبه على الركنة، لو هو نزل استحالة اشيل التيشيرت، اسيبه لحد ما يجي وبعدين نخليه يشيله. اقول له ده مش مكانه، شيله. لو مش نضيف حطه في السبت، لو نضيف حطه جوه في الدولاب. لو هتلبسه تاني كنت لابسه وهتلبسه تاني علقه على الشماعة ورا الباب. استحالة اشيل حاجتهم مهما كانت هتقعد. الا طبعا بقى لو كان حد هيجيلي او هروق او كده، بشيلها احطها في مكان جوه على السرير او في الأوضة بتاعته، وخليه هو اللي يروح يشيلها، عشان يتعلم ان ما ينفعش ان هو يسيب حاجته وانا اللي اشيلها له. اي حاجه من لعابهم، او ابن الصغير طبعا بقى لان الكبير خلاص ما عادش بيلعب، ابن الصغير اي حاجه من لعبه او اي حاجه تخص مذاكرته مثلا او اي حاجه تخصه برضو مش بشيلها، بستنى لما هو يجي. حتى شاحن الموبايل والله مش برضه اشيله، بس استنى اللي هم يجوا من بره ويشيلوها. عودوا ولادك بقى من وهم صغيرين على كده، يشيلوا حاجتهم من مكانها، هتفضلي انت مرتاحة طول العمر. اهم حاجة ما يكونش كل واحد بيرمي حاجة في ناحية، او هدوم مكركبة ولعب ومش عارف ايه. كده الشقة تفضل عندك نظيفة. لو بتكنسي كل يوم وبتنضفي كل يوم، وجيتي في يوم ما قدرتيش تكنسي، سيبيها عادي هتفضل نضيفة برضو وشكلها هيبقى كويس. اهم حاجة ما تجيش على صحتك، اهم حاجة ما تجيش على نفسك. وبجد بجد الصحة دي نعمة، ربنا يدينا الصحة كلنا يا بنات والله العظيم. المهم انا بقى ايه، كنا الساعة 5:30، قمت بقى ايه، كان ورايا شوية شغل حلوين يعني زي ما انتوا شايفين كده المطبخ، وكنت سايباه بقى، قلت براحتي جدا.
بدأت بإيه الصراحة، بدأت بالصالة الأول، بالشقة يعني، عملت الأوض وعملت الصالة ومسحت. أنا بامسح بقى حوالين السجادة كده، ومسحت الأوض مش فرشاها طبعًا، ومسحتها وعطّرت وضبّطت ولمّعت والمرايات وكل حاجة. دخلت على المطبخ بقى، كنا بعد الغدا وما عملتش حاجة من بعد الغدا. غسلت المواعين وغسلت الرخامات زي ما أنتم شايفين كده، وعملت البوتاجاز برضه ولمّعته. واللهم صل على النبي، كنت جايبة الصبح كان واحد معدّي بطماطم ال2 كيلو ب25. بس بصراحة يا بنات، كان في بعد واحدة فيها سوسة، يعني انتوا شفتوا كده في أول ما أنا دخلت المطبخ كان في كذا واحدة على الطبق كده حوالي نص كيلو. دول أنا شلتهم، كانوا طماطم جامدة يعني وماسكة نفسها كده وحلوة. قلت أحطهم في درج التلاجة يبقوا للسلطة. تمام. والحمرة حطيتها بقى، قطعتها، غسلتها وقطعتها وشلت لو في سوسة أو حاجة شلتها، وحطيت عليها بصلاية كبيرة وحطيتها تتسلق. ولما بردت خالص باضربها بقى بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده. انا بصراحة بحب ضرب الخلاط، بيكون انعم. بس انا النهارده قلت لا، انا مش عايزه اطلع الخلاط، انا لسه ملمعاه امبارح ملمعاه كله وغسلاه غسله محترمه، ومش عايزه اطلعه يتبهدل. فانا قلت النهارده انا هعمل ايه، هفضل اضربها بالهاند بلندر كده، ريحه شويه واضرب شويه لحد ما تنعم خالص. وفعلا نعمت جامد. بس خلت الهاند بلندر سخن نار، وانا كنت خايفه عليه الصراحه، وانا بخاف عليه اصلا لان هو مش ماركه، هو كان صيني يعني، فاهمني. بس بصراحة بقى يعني الواحد بيجيب الأجهزة أو أي حاجة من دي بالعافية، فمش حمل إن أي حاجة تبوظ أو تتحرق بعد الشر. فأنا كنت بريحه شوية وبضرب بيه شوية، ده أهم حاجة. ومش شرط على فكرة إن هو مش عشان مش ماركة إن أنا، يعني لو ماركة إن أنا هستهلكه كتير أو أعمله ورا بعضه وكده، لأ. حتى الخلاط برضو، أو أي حاجة، كبة أي حاجة برضو ريحيها شوية مهما كانت ماركتها كويسة. تيجي تشغليها لا تريحيها شوية عشان الموتور ما يجرالوش حاجة، يعني الأسعار ما شاء الله يعني الله المستعان. المهم ضربتها وصفيتها، وانا بحب اصفي الطماطم بس اللي مش بصفيها بتبقى بتاع المحشي. صفيتها، حطيت عليها ملح، معلقة ملح ونص معلقة سكر وشوية زيت، ورفعتها على النار. اخدت كبشتين على شوية شوربة عشان هعمل النهاردة ملوخية. جاي لي مزاج كده ان انا اكل النهاردة ملوخية وبرنجان مقلي وبطاطس محمرة وكده يعني، وجبنة بقى وكده على العشاء. الاكل دي ما اكلتهاش من زمان قوي، وانا اساسا بقالي فترة كده مقللة اكلي عشان عايزة اخس. ماشي. فانا لا، النهارده جيت في دماغي قلت ابوظ ابوظ بقى الايام اللي انا يعني ايه مسكت نفسي فيها دي، لا انا ابوظ بقى النهارده واعمل الاكل اللي انا نفسي فيه. تمام. فالمهم بقى اكلت الحمد لله. عملت كده شويه ملوخيه كانوا حلوين قوي اهو. بحط بقى ايه شويه بشويه عشان ما تطلعش خفيفه. الملوخيه دي ناشفه، بس انا جايباها من ما شاء الله يعني عندنا عطار ما شاء الله حاجته حلوه قوي نضيفه. انا بحب اجيب منه الحاجه موثوق منه، يعني ما بجيبش على الحاجات نضيفه القوي. فما شاء الله انا جبت منه الملوخيه دي خضره ونضيفه وطعمها حلو قوي، ولا تلاقي فيها بقى رمله ولا تلاقيها اسودت ولا اي حاجه. لونها بجد حلو قوي، بس على فكره هي كانت خضره اكتر من كده، التصوير ظالمها والله. حطيت شويه شوربه، شوربه لحمه كانت عندي في التلاجة، كنت عامله امبارح لحمه، وبحب اكتر الشوربه عشان احطها بقى اعمل منها ملوخيه او اسقي بيها المحشي، بتبقى حلوه قوي يا بنات. المهم وجبت بقى فصين توم كده وحطيتهم كده عشان اعمل الطشه الجميله بتاعتنا. وكان عندي كزبره ناشفه، حطاها في التلاجة كده عندي والله يا بنات من قبل رمضان. كنت جايبه من قبل رمضان تقريبا يا تمنة او ربع، المهم كانت كميه كبيره وبعمل منها من قبل رمضان. فكان باقي شويه منهم، كنت حطهم في التلاجة طبعا عشان ما تسويش او يجرى لها حاجه. فطلعتهم بقى النهارده كده ايه، طحنتهم وحطيت بقى على حوالي معلقه صغيره او نص معلقه كده على التومه، مخليه الريحه مش هقول لكم بقى يعني زمانكم شامين، والطعم ما شاء الله. بس يا بنات وكده الفيديو يكون خلص ويومنا يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم، متنسونيش بقى في اللايك والشير واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله.